السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أشطر طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض اختبار تراكمي على الأربع دروس بتوع الوحدة الأولى. الاختبار ده صفحة 62 في كتاب سلاح التلميذ عشان اللي هيحل معانا. المفروض كده سنة 5 إن انتوا بتحلوا الاختبار ده، وبعد كده بتشوفوا الحل من الفيديو وشوفوا انتوا جبتوا كام، 15 من 15 ولا في حد كده ناقص كام درجة، وتكتبوا لي في التعليقات جبتوا كام من 15. قبل ما نبدأ حل بقى عايزه افكركم اسيب لكم شرح كل دروس الوحده الاولى في الوصف تحت، وحل اسئله سلاح التلميذ ومراجعه الوحده الاولى كامله. واللي عايز يوصل له كل دروس المنهج مع حل الاسئله يشترك في القناه معانا. يلا بينا نبدا كده حل الاختبار. السؤال الاول عندنا بيقول لاحظ الخريطه المقابله ثم اجب. رقم واحد عندي بيشير الى هضبه، يعني محطوطه على هضبه. المطلوب مننا دلوقتي نعرف الهضبه دي اسمها ايه. طيب رقم واحد محطوط على هضبه ايه سنه 5؟ هضبة مرمريكا اللي هي موجودة في الشمال الغربي من مصر، يبقى رقم واحد هضبة مرمريكا. طيب رقم 2 هنصحح الكلمة اللي تحتها خط. طيب بيقول عندنا تعامد الشمس على دائرة العرض المشار إليها. بالرقم 2 تكون مصر في فصل إيه؟ طبعا فصل الشتاء عندنا مكتوبة غلط، المفروض بقى نعرف فصل إيه ده. طيب رقم 2 ده مدار إيه؟ ده مدار السرطان، كلنا عارفين ان مدار السرطان موجود في جنوب مصر. طيب الشمس بقى لما بتتعامد على مدار السرطان بيحصل عندنا فصل ايه؟ فصل الصيف مش فصل الشتاء، يبقى هنشيل الشتاء ونكتب بدلها الصيف. طيب رقم 3 عندنا بيشير لمنطقة تنتمي مناخيا للإقليم الايه؟ يعني عايز يقول لنا ان رقم 3 ده موجود على انهي إقليم؟ احنا خدنا إقليمين، إقليم البحر المتوسط وده معروف ان هو فوق عند البحر المتوسط. طيب تاني إقليم اللي هو واخد معظم مصر اسمه ايه بقى؟ الإقليم الصحراوي، يبقى رقم 3 الإقليم الصحراوي. طيب رقم ب دلل على صحة العبارة، يعني عايزين دليل على العبارة دي. ساهمت عديد من العوامل في تشكيل سطح الأرض. ايه الدليل بقى على الكلام ده؟ كان اسمها العوامل الايه والعوامل الايه اللي ساعدت على تشكيل سطح مصر. العوامل الخارجية اللي هي بيكون على سطح الأرض، والعوامل الباطنية اللي هي بيكون داخل الأرض يعني في باطن الأرض. يبقى الدليل إن احنا عندنا عوامل خارجية وعوامل باطنية ساعدت على تشكيل سطح مصر. طيب السؤال الثاني عندنا صح وغلط. رقم 1 بيقول استخدم المصريون القدماء نبات البردي في صناعة الورق. صح ولا غلط؟ المصريين القدماء استخدموا النبات البردي في ان هم يصنعوا منه الورق؟ طبعا صح. طيب رقم 2 خط الطول الرئيسي هو خط الاستواء. خط الطول الرئيسي غير دائرة العرض الرئيسية سنة 5. يبقى خط الطول الرئيسي كان اسمه ايه؟ خط جرينتش. حلو قوي. طيب انما ايه خط الاستواء ده؟ مفيش حاجة اسمها كده، اسمها دائرة الاستواء مش خط الاستواء. يبقى خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش، يبقى رقم 2 عندي غلط. طيب رقم 3 التوسع العمراني بيؤثر بشكل إيجابي على التوازن البيئي. غلط. طيب غلط ليه؟ لأن التوسع العمراني بيؤثر سلبا مش إيجابيا على التوازن البيئي. طيب رقم بما تفسر. ايه سبب تراكم الثلوج على جبل سانت كاترين في فصل الشتاء؟ يعني جبل سانت كاترين ده بيكون على القمة بتاعته تلج كتير قوي، ايه السبب؟ هنقول بسبب انخفاض درجة الحرارة، يبقى بسبب انخفاض درجة الحرارة. طيب خلصنا كده السؤال التاني. السؤال التالت بقى اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يلي. عندنا أول عبارة رقم 1 نبات طبيعي ينمو على جوانب الترع ويستخدم في صناعة الحصير. كان اسمه ايه النبات اللي بينمو على جوانب الترع وبنستخدمه في صناعة الحصير؟ اسمه ايه؟ اسمه نبات البوص. نبات البوص. طيب رقم 2 تفاعل الكائنات الحية مع البيئة المحيطة بطريقة تحافظ على استمرارها واستقرارها. ده كان تعريف حاجة، كان تعريف حاجة اللي هو تفاعل الكائنات الحية مع البيئة المحيطة بطريقة تحافظ على استمرارها واستقرارها. كان تعريف ايه بقى؟ تعريف التوازن البيئي. يبقى رقم 2 التوازن البيئي. رقم 3 أرض خصبة كونها النيل نتيجة ترسب الطمي عند المصب. كان اسمها ايه اللي هي شبه المثلث؟ فاكرين لما قلنا شبه المثلث موجودة فوق خالص؟ اسمها دلتا النيل.
طيب نيجي لآخر حاجة، رقم ب، سؤال ما العلاقة بين، ايه العلاقة بين النبات الطبيعي وعلاج الأمراض؟ هنقول يستخدم النبات الطبيعي في صناعة الأدوية، يبقى النبات الطبيعي ده بنستخدمه في صناعة الأدوية اللي بنعالج بيها الأمراض. وبكده سنة 5 نكون خلصنا حل الاختبار التراكمي على ال4 دروس بتوع الوحدة الأولى. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل دروس المنهج، وتشوفوا كل الدروس اللي ناقصاكم موجودة في الوصف تحت.